قال اللاعب المغربي الدولي سفيان بوفال الذي وقع الثلاثاء عقدا للانضمام إلى نادي الريان القطري إن قرار الانضمام للنادي لم يكن سهلا واستغرق الكثير من الوقت والمفاوضات التي دامت وقتا طويلا، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده. الأفضل لناديه الجديد أن قرار الانتقال إلى الريان لم يكن قرارا سيلا لأنه يتعلق بمسيرة الكروية، ضيفا أنه يهدف من خلال تواجده في الفريق لتقديم أفضل ما لديه لتمثيل الفريق بأفضل طريقة والعمل مع باقي اللاعبين للفوز بالألقاب. وعبر الدولي المغربي عن شكره لمسؤول النادي القطري على صبرهم وإصرارهم على إتمام الصفقة، قائلا إنه يتطلع إلى الانطلاق في هذه المغامرة الجديدة والعمل لصالح النادي. من جهته قال نائب رئيس نادي الريان علي سالم عفيفه أن النادي لم يوقع عقد منذ فترة طويلة لأنه كان يبحث عن إفضل للعروض التي حصل عليها بالتعاقد مع سفيان بوفال، معربا عن شكره لكل من ساهم في إبرام العقد وقدم دعمه للنادي خلال مرحلة المفاوضات. النادي وسفيان الذي أتمنى أن يؤدي كما هو متوقع منه وأن يفعل الكثير للفريق. وقال: عقد نادي الريان مع بوفال والمهاجم التشيلي جيسون فارغاس يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية وإعادة النادي إلى وضعه الطبيعي ليحصد الألقاب. أما مدرب الفريق نيكولاس كوردوفا فهنأ مسؤولي ومكونات وأنصار فريق الريان بالتوقيع مع بوفال، مشيدا في الوقت نفسه بصفات الدولي المغربي. وأشار في هذا السياق إلى المستوى الذي قدمه بوفال خلال مشاركته في مونديال قطر 2022 مع المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع، معربا عن يقينه بأن اللاعب سيحضر الإضافة التي يرغب فيها الفريق نظرا لإمكانياتها وخبرتها العظيمة. أعلن نادي الريان القطري الثلاثاء عن توقيع عقد رسمي مع المغربي الدولي سفيان بوفال الذي سبق له اللعب مع نادي أنجيه الفرنسي.